تخيل معايا بلي هذا المجاهد نهار اللي حكموه ما امنوش الخبر، وكاع صحافه المستعمر الفرنسي ولاو يهضروا عليه من كثره اللي هبلهم ودير فيهم اللي ما ينديرش. السلام عليكم. بمناسبه 1 نوفمبر يوم انطلاق الثوره التحريريه، ندعو للشهداء تاعنا بالرحمه وربي يرزقهم الجنات العليا وربي يحفظ حماة الوطن وين ما كانوا، والف تحيه لهم. بهذه المناسبه جبت لكم قصص على واحد المجاهد من اعظم المجاهدين في الثوره التحريريه. اليوم غادي نهضر على الشهيد عميروش ايات احمد. قبل ما نبدو القصه روح جيب حاجه تاكلها، لا خاطرش القصه غادي تكون فري طويله وفيها قصص شابين بزاف على هذا الشهيد، ربي يرحمه ويوسع عليه. بدايه القصه غادي تكون شويه ثقيله وما فيهاش احداث بزاف، لا خاطرش غادي تكون معلومات خفيفه وسطحيه. على هذه السيد تلفت منهم حاجه ولا زوج على الاقل هكا باش نتفكروا الشهداء تاعنا. عميروش زاد في 26 اكتوبر 1926 في ولاية تيزي ويزو، ودخل في العمل السياسي في حركة انتصار الحرية الديمقراطية اللي أسسها مصالح الحاج. المهمة الأساسية تاعه كان ينشر التعليمات بين التنظيم، وتاني يدعو للحركة اللي راه فيها، وقعد كل خطرة يطلع في القراد لخاطرش كان إنسان ملتزم، وتاني كتعداه نجاحات كبيرة في المهمات اللي كان يديرها. ومن بعد ولا هو المسؤول على منطقة القبائل الصغرى، وهذه الحاجة اللي خلته يسجنوا زوج خطرات في 1947 و 48. تماك تعرض لأشد أنواع التعذيب اللي ممكن تتخيلها واشد انواع الاهانات اللي تجي في عقلك. هذه الحاجه اللي خلت الحقد في قلبه يزيد يكبر عليهم، والشرطه ولات تعسى في كل بلاصه وين ما يتحرك. على هذه سافر لفرنسا وكمل النشاط اللي كان يدير فيه، سماه ولا يلعب في صطادهم. وهنا وجد روحك خويا العزيز، لخاطرش هنا غادي يبداو القصص تاع الصح اللي خلعوني انا واللي غادي يخلعوكم نتوما تاني. وباش تعرفوا تاني بلي المجاهدين كانوا ابطال ماشي اشخاص عاديين. واحده من القصص اللي يروها اهل القبائل عليه، يقولوا بلي كانت واحد البحيره فيها كل خير، فيها التفاح، الرمان، البعويد، اي حاجه تجي في راسك راه فيها تماك. كانت جنه فوق الارض. كي كانوا المجاهدين يفوتوا من تماك كانوا يروحوا في هذيك البلاصه ويريحوا وياكلوا منها ويرجعوا الطاقه تاعهم. وهادو المجاهدين كانوا مع عميروش بطل تاع القصه تاعنا. تا المولي كتشابه بزاف حتى المستعمر ما بغاش يحرقها. لازم تعرفوا بلي المستعمر كي كان يشك في اي بلاصه بلي فيها المجاهدين يحرقها وما يخليهاش باش ما يخلوش المجاهدين يخزنوا وهكا يحاصروهم. وكانت هذيك البحيره قريبه بزاف للكازيرنا، وكيما على بالنا بلي بكري في الكازيرنات دائما بلي فيها واحد حركي ولا شكام ولا شيات ولا مصلحه، سميها كيما بغيت. المهم هذاك الحركي شرح دار راح شحال نار في هذيك الغابه وحرقها كاع. عميروش كي سمع بهذاك الخبر غاضها الحال عليها بزاف وبكى عليها بالدمعه، لخاطرش هذيك البلاصه كانت فيها لي سوفينير شابين وبلاصه استراتيجيه وكان يرجع الطاقه تاعهم فيها. ويقول بلي حتى الكوموندو غاضها الحال عليها وتاسف لخاطرش انحرقت. تالمو اللي كانت شابه بزاف وكانت جنه فوق الارض. المهم عميروش بان بلي ما غاديش يخليها تفوت غير هكا وغادي يدير هدا غادي تخلعكم. وقعد بينه وبين روحه يخمم شو غادي يدير. عيط الربعه من الجنود تاعه وقال لهم بلي راهي كاينه مهمه لازم تنفذوها، ولازم تعرفوا بلي الجنود اللي كانوا مع عميروش كانوا فدائيين. لو كان يقول لهم روحوا قيسوا روحكم في النار يروحوا يقيسوا رواحهم نورمال، يبغوا الموت كما يبغوا الكفار الحياه. المهم قال لهم المهمه تاعكم انكم تروحوا للكازيرنا وتقتلوا الحراس تاعها. كما كان الحال راحوا هذوك الربعه تاع جنود لهذيك الكازيرنا وصرا بيناتهم اطلاق نار ونجموا يقتلوا 3 من الحراس تاع هذيك الكازيرنا. وجاو راجعين وراحوا عند عميروش وقالوا له باللي نجحنا في هذيك المهمه اللي وكلتنا بها. بصح كاع هكا عميروش مازال حاجه تاكل في قلبه، مازال ما بردش كاع هكا 3 قليله بزاف، لازم ندير حاجه اكثر من هكا. تماك راه عيط لواحد من رجال الابطال كيما نقولوا احنا الاشاوس، يعني ما يخافوا والو غير ربي سبحانه. قال له عميروش شوف راه عندي لك مهمه ولازم تنفذها. قال له هذاك البطل ما كاش كاع مشكل انا ننفذ هذيك المهمه. قال له لازم تروح لهذيك الكازيرنا اللي قتلنا فيها هذوك الجنود وترفع يديك وتستسلم. قال له يا سي عميروش كيف نروح انا نستسلم؟ قول لي صدم على الكازيرنا وحدك وما تقولش تستسلم. وزيد تاني كي غادي يحكموني غادي نريح معاهم وغادي يشوفهم وانا هذه الحاجه ما نجمهاش. قال له عميروش ما تتقلقش ودير الحاجه اللي راني نقول لك عليها. قال له شوف كي غادي تستسلم غادي يدخلوك للبيرو تاع الكوموندو، موراها غادي يدخل عليك الحركي فلان بن فلان اللي حرق هذيك الغابه، وهذاك الحركي كان معروف في هذيك البلاصه. قال له غير يدخل عليكم هذاك الحركي للبيرو دير اشاره للكوموندو بعينيك ولا كاش عفسه كيما هكا. كيما كان الحال راح هذاك البطل للكازيرنا وتما قاعد يتمشى ورافع يديه وقال لهم باللي راني مستسلم. من حكمو قاعد يشكي لهم وقال لهم باللي راني كرهت حياتي مع عميروش كاع العام وحنا قاعدين نمجبل للخوه وحنا على بالنا باللي الحرب ما غاديش نربحوها وكذا وكذا وكذا.
ودروك نوعدكم باللي نخدم مع فرنسا حتى اللي نموت. في هذا الوقت اللي راه يهدر مع كوموندو كيما هكا دخل عليهم السي الحركي، وهذاك البطل تاعنا دير كيما قال عميروش، غير شاف هذاك الحركي دخل غمز للكوموندو. هذاك الكوموندو شاف هذيك الاشاره تاع عينيه على بها، قال الحركي قال عاود خرج راه عندي هضره بيني وبينه. قال على درت لي هذيك الاشاره بعينيك، شو هذا الميساج اللي بغيت توصله لي. قال له يا سي الكوموندو راني باغي نخبرك بواحد السر. قال له هذاك الكوموندو شاول هذا السر. قال له هذا اللي دخل دروك مازال راكم تثقوا فيه، ما على بالكوش بلي هذا هو اللي عطانا المعلومات تاع الكازيرنا، وبسبب هذه المعلومات عميروش لقى ثغره عندكم في الكازيرنا ونجم يقتل 3 منكم. تما هذاك الكوموندو قاعد يخمم، قال والله السيد عنده حق، كيفاش جابوا المعلومات وقدروا يقتلوا 3 منا، بان باللي هو اللي خبرهم. وتماك طاح في الفخ. خرج للجنود تاعه وقال لهم باللي حكموه وحرزوا تطلقوه، هذا راه جاسوس. ورجع داخل البيرو عند المجاهد تاعنا، وهذاك المجاهد قال للكوموندو عندي ليك واحد الطلب لا تنجم ديره لي. قال له واه تفضل شاول الطلب تاعك. قال له خليني انا اللي نقتلو، انا وعدكم باللي نخدمكم حتى اللي نموت. قال له ما كاش مشكل راهو ليك. وقال له تاني راني باغي نقتله في ساحه العالم قدام كاع الجنود هكا باش يولي عبره لمن يعتبر. وكما كان الحال جابوا هذاك الجاسوس كتفوه وحطوه في ساحه العالم، غطاو له عينيه وفمه باش يقتلوه. قرب ليه هذاك المجاهد غير بشويه وهمس له في ودنيه، قال له بعثني ليك عميروش باش نقتلك يا واحد الكلب. وجبد السلاح وتير عليه. من موراها ولا كشغل واحد منهم ولا يبكر مع العسكر نورمال. بصح موراها في النهار الثالث ناض مع الفجر راح تسلل غير بشويه، قتل 3 تاع الجنود من فرنسا وهرب. وراح عند عميروش وقال له بلي المهمه راهي نجحت. والقصه الزوجه على التحدي اللي صرا بين عميروش والجنرال الفرنسي ديغول، وكانوا ملقبينه بالثعلب من كثرة الحيلة والخبث اللي كان فيه. ولازم تعرفوا بلي في سنة 1956 كانت النار شاعلة بين المستعمر وجبهة التحرير الوطني، واللي روى هذه الأحداث هو علي هارون اللي كان في هذاك الوقت هو المسؤول الفيدرالي لجبهة التحرير بفرنسا. المستعمر الفرنسي حكم واحد الشاب في عمره 17 عام كان داخل في فيدرالية جبهة التحرير بفرنسا، وحكموا عليه بالإعدام ديريكت. ولازم تعرفوا باللي في هذاك الوقت ناضت شعل من دولة على جاله بسبب سنها الصغير وما لازمش يقتلوه. ومن هذوك الدول كانت بريطانيا، وتاني دول اخرين كما روسيا والأمم المتحدة ما بغاوش على هذاك الشاب. كاع حكاو هذاك المستعمر بلع ودنيه وقتل هذاك الشاب. وفي هذاك الوقت عميروش هو الشخص الوحيد اللي نجم يركع ديغول ويخليه خطره جايه يحل ودنيه ويولي يسمع الهضره. هذا الكتاب اللي راكم تشوفوا فيه كتبه هذا الانسان اللي راكم تشوفوا فيه دروك، ويحكي في هذاك الكتاب القصه تاعه والجهاد اللي قام به في مدينه عزازكا، وبالتحديد في تاريخ 26 ديسمبر 1956 على 3 تاع العشيه. استهدف زوج من فرنسا اللي هو واحد منهم كان شرطي والزوج كان مقاتل، تير عليهم قتلهم وهرب. كي سمعت فرنسا سركلت قاع الدعوه ب 500 جندي، ولاو اي واحد يلقاه في الطريق يرفدوه. ورفدوا 14 شاب هو كان معاهم، واللي هو الاسم تاعه شكيلي الكاتب تاع هذا الكتاب. كي دخل المقر تاع الشرطه هذاك الشيف دو بريغاد قاعد يشوف كيما هكا وعرف بلي شكيلي وهو كان يعرفه من قبل، لخاطرش هذاك الشيف هو اللي بيع شكيلي بيع له واحد الفيلو كان يجي بها من واحد القريه النائيه لعزازكا. حكم هذاك الشيف دو بريغاد شكيلي ودخله للبيرو تاعه، حكمه وقال له طول الثقه. قال له شوف كان 14 شاب وكان ارهابي واحد بيناتهم، قال له على بالك بلي كل ما يخبروناش شكون هو غادي نقتلوهم كاع. شاف شكيلي وقال له شوف لو كان اخبرك شكون اللي قتلهم اسكو توعدني باش تطلق الصراحه تاعهم كاع. نخلع هذاك الشيف قال له شوف انا ما نطيقش نعطيك هذا الوعد، شاولا غادي نروح عند الكولونيل تاعي وهو اللي غادي تهضر معاه. قال له روح تبعني وتبعه وراحوا عنده. شاف فيه وقال له شكون هو المسؤول على الجريمه اللي وقعت وسط مدينه عزازكا في وسط 500 جندي فرنسي. قال له شوف اطلق الصراحه تاع حد الشباب كاع اللي راهم هنا وانا نقول لك شكون اللي دارها. قال له شوف ما نطلق حتى واحد حتى تخبرني شكون اللي دارها. ويحكي شكيلي في الكتاب تاعه باللي قلع الفيستا تاعه غير بشويه وراح لهذيك الثقه وبقى يشوف في هذوك الشباب غير بشويه، وتم قدر بشويه عند الكولونيل وقال له شوف انا اللي قتلتهم. دخان ولا يخرج له بصح كاع هكا قال لازم عليه نتاكد باللي هو اللي قتل وما راش يتستر على كاش واحد فيهم. على هذه دخل لواحد الشومره بلعه وحط قدامه كاع السلاحات اللي كاينين وقال له قول لي وين هذا السلاح اللي تيريت به. وكما كان الحال شكيلي راح ديريكت لك السلاح اللي طلق به
وقال لها هذا هو اللي تيريت به، وتمك امر الجنود تاعه وقال لها طلقوا صراح الشباب هذوك اللي كنا حاكمينهم. ومن هذاك النهار لقى روحه من حبس الخوه حتى في سنه 1958 اعلنوا الحكم الاعدام تاعه. غادي تقول لي هنا ساعه وانت تحكي وبلا بلا بلا وراه عميروش في هذه القصه. غادي نقول لك ما تتقلقش ولا عزيز وتبع القصه غير بشويه. عميروش كيسمع البلاغ تاع السلطات الفرنسيه قال لهم لو كان تزيدوا تعدموا المجاهدين تاعنا غادي نعدم الاسره تاعكم شنقا وذن ما نخليهاش. هما تماك ما داوهاش كاع في هضرته وقالوا هذا الريح في الشبك ما غادي يدير والو، حتى اللي وصلت الصحافه الفرنسيه كتبت عليه وقالت باللي عميروش راه يهدد في السلطات الفرنسيه. مور هذا التهديد اللي دار عميروش المستعمر ما سمعش كاع به وزاد عدم زوج كانوا ولاد العام من ولايه شلف. عميروش كيسمع بالخبر هبل من راسه وراح ديريكت لهذوك الاسرى وشنق زوج منهم، واللي عدمهم ما كانوش اسرى عاديين ولا جنود نورمال. واحد منهم كان كابيتان والزوج كان اجودان شيف. وصل الخبر عن جنرال ديغول وقال هنا السيد ما راش يزعق وراه يطبق شراه يقول. وهنا ديغول ركع لعميروش وحبس الاعدامات اللي كان يديرها، لا خاطرش ديغول لو كان كمل فيها وقاعد يعدم عميروش ثاني غادي يكمل فيها ويقعد يعدم، وهكا الشعب الفرنسي غادي ينوض له وغادي يقول له باللي الجندي الفرنسي ما راه يسوى عندك والو. والقصه تنتهي اللي فيها تعقيدات بزاف وكان فيها ضحايا بزاف، راح فيها المليح والدوني واللي سموها بعمليه لابلويت ولا العمليه الزرقاء اللي راح الضحيه تاعها 1000 مواطن. تبدا القصه بواحد الشيطان على هيئه بنادم اللي هو الكابيتان بول، هو اللي سماها الكاجي 27. وهذه العمليه مرتبطه بالبطل تاعنا اللي هو عميروش. اول حاجه لازم نعرفوها الشيء اللي هي عمليه لابلويت. نبداوها بواحد الطفله سموها طاجير الزهراء ويلقبوها بروزا، وهي مناضله في جبهه التحرير الوطني، سكن في الحراش وبالتحديد في المحمديه. حكموها في برج الملايين بتهمة كانت تخيط العلامات الوطنية. وفي هذاك الوقت كان واحد الشيطان يتبع في التحركات تاعها واللي هو الكابتن بول اللي هو تاع المخابرات الفرنسية. دخل هذيك الطفلة للسجن وقعد يعذب فيها اشد انواع التعذيب. وهذا الشيطان ما حبسش هنا لا خاطرش دارها عمليه غسل الدماغ كما يديروا كاع المخابرات. موراها عرض عليها باش تولي تخدم معاه في المخابرات كجاسوسه، وهي بالفعل وافقت على العرض تاعه لا خاطرش ما كاش عندها حل وخد اخر. يتوافق عليه هي تكملها تعذاب حتى اللي تموت. موراها جابها للبيرو وقاعد يعطيها في التعليمات والارشادات كيف تمشي وكيف تهدر. وراكم عارفين في واحد اللقطات دار واحد الحيلة شيطانية كانت تتسبب في قضاء على الثورة. حط في البيرو واحد الرسالة وكان فيها واحد الاسماء تاع المجاهدين تاع الصح كي شغل راهم جواسيس معاهم، بصح هذيك الرسالة كانت مزورة. وتما كان دار واحد الحيلة مع النائب تاعه وقال له باللي عيط لي في الوقت الفلاني، وكي كان يهضر معاه كيما صونا التليفون وكي ريبوند عليه قال له باللي رانا مسحقينك. هو تماك دار روحه باللي خرج وباللي على الباب موراه وقعد يشوف ويتاكد باللي روزا غادي تقرا هذيك الرساله. وكما كان الحال روزا قاعد تشوف منا ومنا ما لقات حتى واحد. حكمت هذيك الرساله وقعدت تقرا فيها وقرات الاسماء اللي كانت تماك، وهي في الظن تاعها باللي هادو هما الخبثاء، بصح هذيك الرساله بروحها كانت مزوره. وهذا الشيطان دار هذه الحيله باش يضرب المجاهدين فيما بيناتهم. موراها دخل البيرو وكمل يهدر عادي كي شغل ما راه صاري والو ولا على بالو شيء. هو تاكد بلي العفسه فاتت عليها وراهي طاحت في الفخ تاعه، وتماك تاكدوا بلي روزا راهي بين يديهم. كي كملت هذاك اللقاء معاه قالت له بلي اي حاجه على المجاهدين غادي نجيبها لك. موراها كي شغل داروا فيها الامان وطلقوا صراحه. طلعت ديريكت للمجاهدين باش تخبرهم بالاسماء تاع الخبثاء اللي قراتهم في البريه. نخلوا هذه الحكايه ونروحوا للاوراس وين كان عميروش تماك، لا خاطرش كان واحد المشكل كبير بين المجاهدين. على هذه راح عميروش عندهم باش يحل هذاك النزاع بيناتهم، لا خاطر شكون خلاها تكبر غادي تقضي على الثوره. بعد اللي حل المشكل رجع للولايه تاعه. لقى الحيه قاعد تبدلت، لقى فرنسا حاكمه في لابوليس، حكم المجاهدين، حكم الشيوخه، كل خطره ترفد واحد. كرجع عميروش للولايه الثالثه تاعه لقى واحد اليوطنو اسمه حسين صالحي اختفى بواحد الطريقه غامضه بزاف. كي شغل الارض تحلت ثلاثة عاود تبلعت. وعميروش هو اللي كان باعته للمنطقة الرابعة، واللي كان مسؤول على هذيك المنطقة هو حسين محيوز. والنائب تاع العربي تفريث عقلوا على الاسم غاية. والنائب الزوج تاعه اللي كان هو حسين صالحي اللي قلنا عليه اختفى. كي وصل عميروش للمنطقة الرابعة لقى زوج بنات تماك، واحدة منهم كانت روزا اللي هدرنا عليها من قبل واللي هي نفسها الزهرة. قالت له بلي انا كنت فدائية للجزائر، حكموني في برج ملاين
وتماك نجمت نهرب من عندهم. قال لها عميروش كيفاش نجمتي تهربي من عندهم؟ قالت له بلي نجمت نلاهيهم وتماك صوتيت من جهه الحيط وهربت. وعميروش يعرف غايه هذاك الحبس وعلى باله بلي المستحيل تنجم تصوت على الحبس وسورتو هي مرأة. تماك بدا يدخل لها الشك في راسه وتماك طلب من واحد من المعاونين تاوعه اللي سموه رشيد اجعو وقال له شوف عليك تطيحها في الشبكه تاعك. وتماك سي تخرج منها المعلومات اللي تقد عليها. وكما كان الحال رشيد طيحها في الشبكه وقالها بلي راني باغي نتزوجك ونهرب انا وياك لتونس وهاكا نهربوا من هذه المعمعه اللي رانا فيها. بصح شاوله قبل ما نروحوا لازم تخبريني كاع شكاين. قلت لها شوف انا ما راني فدائيه مهرب من الحبس. هي صح حكموني في برج ملاين دخلوني للحبس وعذبوني وعرض علي الكابتن بول باش نخدم معاه في المخابرات وانا وافقت. ولقيت الرساله فيها اسماء تاع الخبثاء اللي راهم بين المجاهدين. بعد البحث والتحري على اختفاء حسين صالحي قالت لهم الطفله اللي كانت مع عروس باللي هذا راه في برج ملاين. قالوا لها شراه يدير تماك؟ قالت لهم باللي جا الكابتن بول لبس القش تاع المجاهدين مع السلاح كي شغل المجاهدين اللي كانوا في تونس وراهم داخلين المنطقه الرابعه. ولازم تعرفوا باللي هذاك الوقت كانوا يتعاملوا بكلمه السر وفي هذاك الوقت قال لهم كلمه المرور نورمال ودخلوا للمنطقه الرابعه بلا ما يشك فيه حتى واحد. موراها حسين صالحي اختفى. وهذا حسين صالحي اللي راكم تحوسوا عليه راه في برج ملاين وراهو حي. عميروش عطى امر باش يجيبوا الخبيث تاع العربي تفريث اللي قلت لكم عقلوا على اسمه. كي قاعد يفتشوا فيه لقاو بلي عنده راديو كان يتصل مع كولونيل بول. وهذاك العربي بعد ما داروا له استجواب استعرف لهم وقال لهم بلي انا هو اللي بيعت على الحسين صالحي. بعد ما جا الكوموندو من البرج ردوا رواحهم المجاهدين ودخلوا للمنطقه الرابعه. دخلوا للبلاصه اللي كان فيها الحسين صالحي وخطفوه من هذيك البلاصه بلا ما يحس عليهم واحد. قالوا له وين راه دروك؟ قال لهم راه في برج ملاين. عميروش تماك شاف بلي المصيبه راهي كبيره بزاف وعطى امر باش يرجعوا باقصى سرعه لغابه كافادو. وكما كان الحال خبر كاع الولايه والمناطق الاخرى بالحاجه اللي راهي صاريه وداز زوج لجنات واحده للتطهير وواحده للمحكمه. يعني اي خائن يشكوا فيه ولا يقتلوه ديريكت بعد المحكمة. يعني اي واحد يشكوا فيه يديروا له محكمة ويعدموه ديريكت. ويشهد التاريخ باللي عميروش ما دخلش روحه في القرارات تاع هذيك اللجنة وكان خطر على خطره برك يطلع على الاسماء تاع الموقوفين. وهكا نجح الشيطان بول باش يزرع الخبارجيه في صفوف المجاهدين في عمليه سماها الكاجي 27. سما اي مجاهد ما ولاش يدير الثقه في هذاك المجاهد. بصح في النهايه تمكن عميروش باش ينزح هذيك الجراثيم اللي كانت في صفوف المجاهدين. ويقول عميروش باللي ممكن تكون فيها تجاوزات اللي كان يستاهل راه تعاقب في الدنيا قبل الاخره واللي كان بريء الجزاء تاعه هو الجنه. وفي النهايه ما نطيحوش اللوم في عميروش. لازم تعرفوا باللي ما كاش ثوره بلا تضحيه وما كاش ثوره بلا اخطاء. ربي يرحم الشهداء الابرار والحريه الابديه للجزائر ولا غالب الا الله. اذا عجبتك القصه ما تنساش تخلي لي كاش تعليق شباب كيما هكا ولا وخبرني اذا نديروا سلسله تاع القصص الشهداء تاعنا. وما عليا غير نقول لكم تهلوا في روحتكم والسلام. لا تنسوا شهداءكم من ضحوا لحياه